القداس سي وليد الركراكي. سي وليد اهلا وسهلا بك. بس السلام عليكم. سي وليد 4 شهور شديتي المنتخب الوطني المغربي وسط واحد زخم من الاحداث، انجاز تاريخي، المركز الرابع، مجموعه من الاكراهات كذلك قبل انطلاق المونديال، توشيح ديالك من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بدرجه قائد وسام ملكي، استقبال جماهيري اسطوري، مجموعه من الاحداث، مجموعه. اول حاجه واحد فرحه لي ماشي غير كبيره، ملي سيدنا الله ينصرو يقبلك في القصار مع الفرقه وكتشوف هذا الشعب اللي يفرح معنا. ما كناش كنحلموا به في الاول الصراحه، ما نكذبوش. دونك فوالا بغيت نشكر سيدنا على اللي دار على الكره المغربيه، اللي كيدير على البلاد. حتى انا واحد المورال اللي كبير في هاد كوب دي موند، مع ملي خرج الشارع مع الشعب يفرح في هاد الماتشات، ملي كان كيعيطنا يموتيفينا، حاجه اللي ما كناش كنحلموا بها. والحمد لله بحال اللي تجمعنا الشعب كامل باش نديروا هذه الاضافه، وهذه فرحه كبيره سورتو اللاعبه اللي حطاو كلشي في اللي ثار غيرة حامل اللقب الارجنتين، وحتى الوصيف منتخب فرنسا. كيف عشتي هذوك الاجواء وانت كتشوف الجمهور المغربي يعني كينتظر الساعات استقبال اللي هو اسطوري، اقل ما يمكن القول عليه وهو استقبال اسطوري اللي غتبقى خالد في الاذهان ديال المغاربه وديال العالم ككل؟ وهنا كيمنتخب ديالو كيبغي بلادو، كيفرح ملي كيشوف بلادو الرايات طالعه. وهذه اللي وصلنا لهم الدراري ملي كانوا كيلعبوا، ديما يفكروا في الشعب، يفكروا في الناس اللي كيتبعونا، باش يحطوا لو ماكسيموم، باش ما تكونش عندنا شي غوغري في الاخر نقولوا ما درناش ولا كنا نقدروا نديروا. وهادشي اللي كان كيامنا ليه، والدراري صراحه تقاتلوا حطوا لو ماكسيموم باش يفرحوا هذا الشعب. والشعب رد لنا هادو اللي يسافروا في قطر باش يعاونونا. الستاد كانوا كاملين معمرين بمغاربه، ولا كنتي حليتي 2 ستاد في قطر كانوا يعمروهم. الجامعه الخدمه اللي دارت باش الشعب يجي يسنى الجمهور. دونك فوالا سيتي مانيفيك، وعشنا واحد الشهر اللي عمرنا ما غاديش ننسى، اما اللاعبه اما شي الانجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي، احتلال المركز الرابع ماشي سهله. الان افيك ان بو دو ريكول كيف كنقولوا، تقييمك لمسار المنتخب الوطني المغربي مع فوزي القجاع. الصراحه كنا عارفين لو كونتكست ماشي سهل، كان ان باري وبرافو عليه. ملي هز لا ديسيزيون، ملي هز لا ديسيزيون مشينا، عاوني حتى لي مويان باش ندير لو ماكسيموم باش نشعوا في الفينال. والخدمه ديالي وديال الستاف في هذا الوقت كان خصنا نديروا لو ماكسيموم باش نربحوا الوقت. سافرنا بزاف، درنا بزاف ديال لي ميتينغ مع لي ريزو، مع دابا لي نوفيل تكنولوجي، درنا بزاف ميتينغ زوم. لا سيلول فيديو خدمت بزاف باش تحتنا ديالنا شي حاجه اللي عمرها ما دارت اما في لي بول. بروميير ايكيب افريكان اللي عندها 7 بوان، سالنا الاولين في الجروب ديال لامور بحال اللي كنقول. كان عندنا بلجيكا وكرواسيا وكندا. شرفنا المغرب، شرفنا لافريك، شرفنا البلاد العربي ومسلمين. دونك فوالا سان ترافاي اللي ماشي غير ديال 4 شهور 5 شهور. الجامعه خدمت دوبي لونطون. سيدنا حتى بزاف لي مويان، سي اوسي لا ريوسيت ديال لا بوليتيك ديالو في السبور وفي الكره، مع الاكاديمي، مع لي انستالاسيون، مع لي ستاد. ملي كان الخدمه، ملي كان الصبر، ملي كنتجمعوا، كان اضافه، والحمد لله. الحمد لله على كل حال. رجعنا بوالد للوراء قبل الاعلان على لائحه الاسماء المشاركه في الكاس العالم. شنو اللي يقدر، ماشي ندم عليه وليد، ولكن شنو اللي يقدر كون رجعنا للوراء الاضافات اللي يقدر يزيد، اللاعبين اللي يقدروا يضيفوهم، اللاعبين اللي يقدروا ما يمشيوش للكاس العالم؟ لا ما عنديش، ما كندمش على حتى شي حاجه. انت كنتي كتحلم تشوف المغرب مع فرنسا دومي فينال كاس العالم؟ كنت كنتوقع. لا، واش كنتي كتحلم بها في الاول؟ لا، هو انجاز بكل صراحه، ما كناش كنتظروه كمغاربه بكل صراحه. دوك ملي خلينا برا هاد الجروب اللي كنا كنقولوا لا كان هذا غنديو الكوب دي موند، باني ما كانش شي لاعب اللي كان غيربحك الماتش بوحدو. اللي جابنا هاد الدومي فينال هو الجروب اللي اخترت انا مع الستاف.
هاد الجروب هو اللي تجمع، هو اللي تقاتل، هو اللي كاينين ما كانوش لاعبين وحتى الاضافه في الفيستير وحتى الاضافه في لونترينمون، وملي كانوا كيدخلوا 5 دقائق كانوا كيتقاتلوا. دونك هو هاد الجروب اللي وصلنا للدومي فينال. مانون لي روغري ماشي دي روغري، بحال اللي كنقول اللي كنشوف هي خصنا نديروا لو بيلون ديال هاد ليكسبيريونس. علاش ما نخليوش هاد لي ديتاي يخسرونا؟ بالحق هادي خصنا دابا نرتاحوا، خصنا نجلسوا اي واحد في الستاف ديالي ولا حتى في الجامعه ولا حتى انا غنديروا البيلون، ومن بعد ملي غنديروا الاجتماع ديالنا ان شاء الله دون 3 4 سيمين نشوفوا اللي نقدروا نزيدوا في هذا المنتخب وفي الجامعه باش نزيدوا القدام، باش ان شاء الله دون لو فيتور نقدروا نديروا دي تيتر. ولكن عموما واحد نسبه كبيره ديال نفس التركيبه اللي كانت، شنو هي التركيبه اللي عند وليد اللي خلات انه بحال شدينا منتخب وحطينا منتخب اخر؟ نفرق من الي لوتزيك ولا بحال اللي كنقول برافو عليه وشكرا عليه. تاهلنا في الكاس العالم مع الفرقه ديالو، مع الجروب ديالو، مع لا مونتاليتي ديالو، دار الخدمه اللي كان خصو يدار. كان خلص على هادشي جبنا واحد، ماشي على شي حاجه اخرى، ماشي بحال اللي درنا شي كادو. بحال اللي قلت دابا المغرب فرقه كبيره اللي كيجي خصو يعطي اضافه ودوز الكوب دي موند مع المغرب. كتبان لي نورمال في لي زوبجيكتيف، بحال انا لا بروشين كوب دافريك خصني نمشي للدومي فينال وكتبان لي نورمال، ولا ما درتهاش خصني نمشي في حالي. دونك فوالا شكرا للفاحد. انا كنجي مع لا مونتاليتي ديالي، مع لو ستيل ديالي. الفرق مزراوي، اما صابيري، اما زاروري، اما اقنوس، اما شديره، اما حمد الله. نقدر نزيد. دونك ماشي نفس فرقه، مي لو ساتور كان خصني نخليها بحال السايس، بحال اكيرد، بحال اشراف. فوالا اون ايسي دو فيغ ان ميكس. اللي مهم ماشي اللي حطيت انا، اللي جيت مع لونفي ديالي، مع لا مونتاليتي ديالي، والدراري تبعوني. وبحال اللي كنقول اللي مهم هما اللاعبه ماشي المدرب. اللاعبه اللي حطاو الاضافه هما اللي كانوا باغيين، هما اللي تقاتلوا. انا فرحان بزاف ملي كنشوف زياج، بوفال، حكيمي لعب يمكن بليسي لا كومبيتيسيون كامله، مزراوي، سايس كيتقاتلوا على التونيو هادي. ويمكن هادي اللي كون باغي نحطي لهم هاد الروح ديال الرايه. كان خصو يمكن غير مغربي يحطيها لهم باش يفهموا ملي كيلعبوا مع المغرب خصهم يحطيو اضافه ويموتوا على التونيو، وفهموها وحطوا الاضافه اللي كانوا خصهم يحطيو. وهذه الفرحه الكبيره اللي عندي معاهم. بدو الزكي 2004 تونس كذلك كان انجاز تاريخي بالنسبه لك، حتى عاونتك بشكل كبير هذيك التجربه ديالك مع المنتخب الوطني، عطاتك اليات باش تشتغل مع هاد اللاعبين. كان عندي مدربين كبارين، دوزت مع كويلو، مع الزكي، مع فخير، مع تروسي، رجعت مع لو مير. دوزت بزاف ديال لي جينيراسيون ديال 98 ديال 2004 موراها ديال بوسوفه وديال الحمداوي والحمادي ملي ساليت. دونك كنعرف لا مونتاليتي ديالهم. وبحال اللي قلت دربت حتى في المغرب في البطوله، دونك حطيت لي واحد اوسي ليكسبيريونس على لا مونتاليتي ديال اللاعب محلي واللاعب ديال برا. دونك يمكن هادشي كلشي هاد الميلشيك بحال اللي كنقول عاونتني في هاد 3 شهور ولا 4 شهور باش نعرف نربح الوقت على لا مونتاليتي ديال اللاعب. مباراة مهمة الوليد والمجموعة ديال الوليد، تعادل سلبي 0-0 امام واحد من ابرز المرشحين اللي وصل لابعد نقطة على مستوى المونديال. كيفاش بدا وليد المونديال وشنو هما الرسائل اللي وصلتي للاعبين على انهم يتحفزوا؟ وبحال اللي قلت لهم ملي كنت كنسافر، اللي غيجي باش يلعب غير 3 ماتش ويكون فرحان يلعب كوب دي موند، هذه السالات مع المنتخب. خصنا نكونوا امبيسيو. اللي غيجي يشوف غير واش غيلعب ويقول الماناجر ولا السمسار ديالو شفتي لعبت كوب دي موند يكون فرحان. خصنا نقديو بهذا الشيء وفهموها حتى هما جاوا بديك لونفي وبديك لوبجيكتيف ملي غنخرجوا بالجروب. بالحق ليكسبيريونس ديال 2018 وديال لي كومبيتيسيون بحال 98 كون باغي نحيدوها. هذه كتخرج من الجروب وكتقول راني مظلوم وحنا فرحانين وشفتي واللي داروا لنا كنا نقدروا ندوزو لعبنا مزيان. هذه كان خصنا نبدلوها في لو مايند سيت ديال اللاعب مغربي وحتى ديال الصحفي مغربي وحتى ديال الجمهور المغربي. احنا ملي دخلنا مع كرواتيا اول حاجه اللي فكرنا هي ما نخسروش، باسكو خصنا نكونوا بالروح الماتش الثاني والماتش الثالث بحال الفرق اوروبيان نعرفوا كيفاش نقضيو الغرض باش ندوزو لي بول. وملي كتاح مع لو فيس شامبيون دو موند وما خسرتيش، انا كان كيبان لي ملي خرجنا من هذا الماتش في المغرب غيفرحوا. الجمهور فرح
بحال شي صحفيين واللي كيسحب لهم كيفهموا في الكره خرجوا قالوا علاش ما زعمش علاش ما لعبش كره. دونك مزيان حتى هادي غيتعلموا بحال انا كنتعلم كمدرب غيتعلموا مره اخرى في اوني مونطون بويسونس كرواتيا من بعد بلجيكا كندا اسبانيا البرتغال. دونك انا كنتعلم حتى بزاف الصحفيين غيتعلموا مع هاد الاكسبيريونس باش مره اخرى هما يستناو حتى تسالي لا كومبيتيسيون قبل ما يهضروا ويحترموا اللعابه بعدا باسكو هما اللي خصهم يحترموا باسكو لو ديكليك او هذيك النقطه اللي خلات ان العناصر الوطنيه خدات الثقه ثقت في نفسها مشات مزيان في المونديال. بغيت نمشي معاك للكواليس المنتخب وندخلوا لغرفه الملابس، لان الشوط الاول كنا كنشوفوا وجه المنتخب، الشوط الثاني وجه اخر، خاصه مجموعه من المباريات اللي كنا كنشاهدوا الوجه ديال المنتخب الوطني كيتبدل. شنو هما الرسائل اللي كنتي كتعطي للاعبين وشنو الميساج اللي كنتي كدوز لهم؟ لا الميساج سهل، اي ماتش عنده ليستوار ديالو في الحياه وهي هذه. حنا الماتش ديال كرواتيا ماشي ديال بلجيكا، ديال كندا ماشي ديال بلجيكا. ماتش كرواتيا كان خصنا نبقاو بالروح، ماتش بلجيكا كان خصنا نربحوا، ماتش كندا كان خصنا نربحوا باش نكونوا الاولين ولا التعادل. ومن بعد وصلنا لاسبانيا الماتش خصك اما غتربح وغدوز اما غتخسر وغتدخل للدار. دونك اي ماتش عنده لو بروفيل ديالو واي ميطون حتى هي. شفتي مع فرنسا كيفاش بدينا الماتش كيفاش دينا الدوزيام ميطون. اللي مهم هي لا استراتيجي ديالنا، كانوا اكستراوردينير في هذا لو بلان، فهموا كلشي اللي كنت باغي، تبعوني حتى الاخر حتى الدومي فينال. لي شوا ديالي كانوا معايا وتقاتلوا، وهذه اللي كيامني هو لو بلان il était respecté à la lettre والحمد لله. درب الجمهور قبل ما يدرب اللاعبين، لان كاين واحد اللوح ما بينك وبين الجمهور اللي تكونات في البطولات، مجموعه من التجارب ديالك لا مع الفتح لا مع الوداد الرياضي. بخير دليل يسير سير مجموعه من الامور الاخرى. واش متفق على واحد عطى واحد دفعه معنويه قويه للاعبين والمجموعه ككل؟ والجمهور حتى انا واحد اضافه كبيره بعدا. في قطر بحال اللي كنلعبوا في الدار بحال اللي كنلعبوا في دونور، الناس جاو سندونا فهموا بحال هما حسوا ملي الدراري باغيين يتقاتلوا باغيين يحطوا شي حاجه. دونك ديك لينيرجي بحال حنا حسنا بلي الجمهور معنا والجمهور حس ملي هاد الدراري باغيين يتقاتلوا. دونك بحال اللي تجمعنا في التوقيت سورتو يمكن مر ماتش ديال بلجيكا حتى عندنا واحد الثقه اللي كبيره. هنا شميت من الجروب تبدل المايند سيت ديالو، بحال اللي تاقوا قالوا صافي نقدروا نديروا شي حاجه. بالحق انا ماشي انا عمري مع الجمهور ديما كان عندي واحد ديك العلاقه اللي كيتيقوا ملي كنهضر بنيتي، وبحال اللي كنقول ملي ما كتكذبش، ملي كتقول لي عندك في القلب ديالك الناس كيحسوا بها وحسوا ملي انا بخروج. وهذه اللي طرات في لا كومبيتيسيون كانت ديك الروح اللي يمكن حتى لادفيرسير حس بها. حتى اسبانيوليين ملي كنا واخا عينا في لي برولونغاسيون وهما كيدفعوا باش يربحونا، بحال اللي تجمعنا كاملين وبحال اللي كنقول ماشي غير لا فيكتوار ديال اللعابه، لا فيكتوار ديال الشعب وديال اللعابه وديال المغرب كامل. نعم. ما بين الرسائل اللي كذلك اللي شهد على العالم وهي ذاك اللقطات مع الام ديالك اللاعبين كذلك مع الوالدات ديالهم، وانت كنتي ديما كتركز على هذه النقطه هذه، رضا الوالدين، النيه، مجموعه من الامور اللي خلقات واحد الجو ايجابي داخل المنتخب الوطني المغربي وعطات كذلك ذاك الاتصال مع الجمهور. واش المنتخب الوطني المغربي كيبعث رسائل للعالم ككل؟ لا شي حاجه اللي الصراحه حتى الجامعه والرئيس فوزي القجع عاوننا بزاف هادشي. في الاول ما كناش عارفين واش غنجيبوا لي فامي ولا لا، ودرنا بزاف اجتماع باش نديروا لو بون شوا. وفي الاخر اكدنا ملي حنا سورتو في لا مونتاليتي ديالنا حنا المغاربه خصنا نحسوا ملي العائله ديالنا قريبه اون بوزوان لا فامي، اما الوالده اما المراه اما الاولاد. باسكو يمكن الغلط اللي درت هضرنا بزاف على الوالده، بالحق ما خصناش نساو ملي كاين حتى المراه اللي حتى هي مره كنساو ملي الراجل عنده المراه حتى هي كتعاون الاولاد. وحنا جمعنا كلشي، كان الاولاد كانوا المراه كانوا الوالدين ديالنا. ومر ماتش جات هاد الروح جات بوحدها سبحان الله. كنا كنساليو كنمشيو نشوفوا الوالدين ديالنا باغيين يدخلوا معنا للتيران، حتى المراه الجواجه ديالنا حتى هما كيدخلوا، الاولاد شفتوا الولد بونو. وهاد الجو حتى هو عاون بزاف. وهو المغرب ديالنا، المغرب هو عائله بحال اللي كنقول، كنبغيو نتجمعوا، كنبغيو نشوفوا الوالدين، كنبغيو نجلسوا مع لي زونفون. دونك فوالا مزيان. انا بانت لي ورينا واحد ليماج لي بوزيتيف ديال المغرب. ورينا ملي المغرب بيان سور كاين لي زوم
الحق كاين اوسي لي مير كاين لي فام وكاين لي زونفون. شفنا حتى لو فوتبول فيمينا داروا لا فينال لا كوب d'Afrique. Je pense qu'on est avant-gardiste في l'Afrique et c'est extraordinaire اللي كيطرا في المغرب ديك l'énergie et inchallah que justement les femmes تاهما يحطونا une énergie اما في الخدمه اما في لي زون بوزيتيف والوالدين والولاد والشاب المغربي يزيد القدام. هذه الفكره هذه كيفاش كذلك دخلتيها للدين ديال اللاعبين ولا جمهور اللاعبين العائله ولا العائله ككل داخل المونديال؟ كو كون ديفيزي هادشي اللي قلت للدراري حتى اللي ما كيلعبوش ولا ربحنا غنربحوا كاملين. وملي كتشوف كيفاش دخلنا الرباط وملي كنا في البوس الشعب كان فرحان الكاملين واخا هذا اللي ما لعبش ولا لعب 5 دقائق دونك كاملين كنا رابحين. وسبحان الله كان سا ماجيستي نوز ا ريسو كو ديو لاسيست كاملين دخلنا ومع الوالدين ديالنا دونك سا فيدير كون ايتي توس غانيون. ملي كنتجمعوا كعائله اون اي توس غانيون. اون فامي الي توجور بلو فورت انصومبل. اللي خلات حتى الجمهور ولا كيتسائل كيفاش غادي نكملوا البطوله في هذه الظروف اللي كنعيشوها. كيفاش سيرتي هذيك المرحله اللي كانت مرحله ناجحه كذلك رغم العياء رغم الاصابات تمكنتي انك تمشي لابعد نقطه؟ لكن هنا نرجع معاك ما بين مرحله بحال اللي كنقول كان 4 ايكيب اللي كيلعبوا 7 ماتش في المونديال وغنعاودها اللي دوزنا ربحنا الوقت وربحنا بزاف د ليكسبيريونس باسكو نورمالمون بحال اللي قلت في هاد لا كومبيتيسيون بحال اللي درنا 2 كوب دو موند ولا 3 لعبنا ماتش باسكو ولا مشيتي بعيد في 2018 لعبنا 3 ماتش في 98 لعبنا 3 ماتش هي 6 ماتش ولا مشيتي حتى ل 94 سا فيدير من 94 ماتش الاخر كنا لعبنا مع بلجيكا ولا مع هولندا باش تلعب 7 ماتش ما عندناش هاد ليكسبيريونس ندوزو 7 ماتش دونك سي نورمال كانوا لي بليسيور كانوا لا فاتيغ مونتال باسكو حطينا الماكسيموم وتا لو باركور ديالنا ما سهلناش لعبنا كو دي غران ماتش ما اون با يو دو باركور فاسيل. مي كتشوف الغانا في 2010 لعبوا الامريكان في لي بول كانوا لعبوا دي زيكيب لي ا لور بورتي. حنا لعبنا كرواتيا بلجيكا مع كندا احسن فرقه في لافريك دو نور من بعد لعبنا لاسبان البرتغال وسالينا بفرنسا وسالينا بكرواتيا. à un moment donné le rythme ou l'intensité كانت يمكن بزاف لينا et c'est normal حنا كنتعلموا mais je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir sur le plan athlétique sur les choix درنا اللي علينا غنتعلموا من هذا الشيء. اللي مهم هي عشنا واحد ليكسبيريونس اللي غتعاوننا اللي غتكون كبيره. وفحال اللي قلت قبل كنا في المغرب كنقولوا خلي تسخن الطياره حنا اللي خلينا تسخن حتى الاخر حنا اللي سدينا القطار ودخلنا المغرب وفرحوا بنا. ارجع معك واحد السؤال على الملابس. كدور كتشوف اللاعب باقي ناقص دار واحد الحوار بينكم وبين رشيد بن محمود واللقطه الاخرى هي البطاقه الحمراء ديال شديره ضد المنتخب البرتغالي في اخر انفاس المباراه. المنتخب البرتغالي ضاغط بقوه. يا وليد غير الخوف باسكو كتحس ملي وصلتي علين دوز وكتخاف بديك لي بتي ديتاي جوستومون واحد حمراء. وحنا ديما حنا ليكيب ناسيونال كترى شي ديتاي اللي ديما كتكون ماشي لينا كتجي بحال الريح قدامنا. وفي ديك الحمراء قلنا يمكن دابا غيدور الماتش وغندموا وغنقولوا ديك الحمراء بالحق الله ما حيبناش. وهذه ديال سفيان ايوا اش غنقول لك كنبقى في فيسير وانا خايف غير من الاربيت يبدا الماتش ونداو ب 10 ويماركيو علينا. وسبحان الله رشيد صراحه بحال خويا يمكن في هذا التوقيت ما درتش اللي كان خصني ندير في هذا لو مومون بحال باش تشوف رشيد واحد الولد اللي لو كور ديالو كبير دار الخدمه ديالو قبله وفي الاخر كيبقى خويا. ومن بعد هضرنا وضحكنا عليها علاش حنا ما بناش هاد لي زيماج. حنا كنا غير خايفين يبداو الماتش بلا بينا. وبغيت نقول شكرا لرشيد اللي ما قبلاش خايبه مني. يمكن مشى يدير شي حاجه يمكن في لادوش ولا ما نعرف وحنا دخلنا والاربيت كان غيصفر وتا دخلنا حنا جبرنا 10 وكان غيصفر الاربيت ونبداو ب 10. وملي درت ما قالوا لي حسبتيهم ديك الساعه حسبناها وقلنا شكون مازال وقالوا لي سفيان. وانا كنفتش كنغوت وقلت رشيد فين هو قال لي يمكن بسر وانا كنقول زرب تجيبو قبل ما يصفر غادي نبداو. علاش كنت خايف نبداو ب 10 ويماركيو علينا ب 10 وترى شي حاجه وانتم من بعد غتذبحوني غتقول هذه ماشي بروفيسيونيل. كيفاش ركراكي خلى الفرقه تبدا ب 10 خايف قلت ما غاديش ندخل المغرب مور هذا الشيء. الحمد لله الحمد لله. على كل حال نبقاو معك قبل المونديال ودافعتي عليه بقوه في لقاءات الصحفيه يوسف نصيري.
يوسف النصيري اللي وصل للمشاهد المغربي، لان كاين عين تقنيه وكاين عين ديال المتابع العادي. حتى الجمهور عرف بان وليد الركراكي ما كانش كيتكلم عن فراغ. انا باني الجمهور كان ديما معايا وديما مع يوسف، ماشي الجمهور اللي دار غلط في لو كاد يوسف. انا باني سورتو الصحفيين، راه ماشي باش نضرب فيكم انتوما كلهم، لا ماشي كلهم على هادشي، كاينين شي وحدين غيتعلموا. كنعقل انا في السي في ملي درت واحد التصريح على واحد صحفي اسبانيولي اللي هضر لي على يوسف، وقلت حنا المغاربه اللي غنعاونوا يوسف، وانا غندي الكوب دي موند. وشي صحفيين خرجوا قالوا كيفاش هو غيقول هذا خصو يجي. الحمد لله نتوما كديروا الخدمه ديالي، انا كندير الخدمه ديالي الحمد لله. ما كنسمعش كلشي، كنمشي في لا كونسونطراسيون. انا كنت كنامن بيوسف من الاول، باسكو غنعاودها واحد الولد اللي كيلعب في سي في، كنعاودها كيلعب في اف سي سي في ودوز مدربين كبارين. سي با دو هازار، سا فدي عنده دي كاليتي. الوغ بيان سور في المغرب ما عندوش ديك البروفيل ديال لاتاكون اللي كيحلموا المغاربه، كيبغيو هذا اللي تكنيك اللي كيبيض واحد اللي كيدير اللي كيطلع 3 المرات في السماء على والو. يوسف سان بروفيل اوروبيان كيخدم على الفرقه، كيتقاتل، عنده دي كاليتي اتليتيك اكسترا اوردينير. وملي عندك واحد بروفيل بحال يوسف ما تقدرش ما ديش كوب دي موند بحال اللي قلت بعدا في 26 من بعد. واش غيبدا الماتش ولا ما غاديش يبدا الماتش، هذه الخدمه ديالي. والحمد لله ما خايبنيش. هو ردالي في التيران، وبحال اللي قلت له خصك ترجع التيران وتبين في التيران، وخاص الصحفيين ولا الجمهور ما يقبلوكش انت غترد لهم في التيران، وخصك تفرح ملي كيديروا لك ديك بريسيون باش ترد لهم. وفي الاخر هو يمكن لو ميور بوتور ديال ليستوار في كوب دي موند، ماركا في اي كومبيتيسيون، كوب دافريك، كوب دي موند. دونك كيبان لي ملي بين في التيران، ملي عنده بلاصه في المنتخب. الحق اللي ما بغيتش نهزها بحال اللي واش شفتو كان عندي الصح ولا يوسف، لا بالعكس، كاملين كنديروا غلط. انا الاول يمكن كنت كندير غلط. اللي مهم هو يوسف فرح الشعب المغربي وحتى الاضافه للمغرب. وذكروا انه كان يمكن يكون احسن حارس هو ياسين بونو، وسط الميدان سفيان المرابط. واش كتقاسم هذا الراي مع الناس ولا عندك شي راي اخر؟ انا ديما غندافع على لاعب ديالي من بعد لي تيتر انديفيدوال. الصراحه ولا جاو مرحبا وغنفرحوا. حق اللي كيامني هو لو كوليكتيف. هي دابا المغرب في لي 4 ميور زيكيب دو موند في هاد لا كوب دو موند. في لو كلاسمون فيفا ربحنا يمكن في هاد لا كوب دو موند يمكن 11 لي بلاص. حنا دابا في لو توب 11. عندنا شي فراقي بحال الالمان مورانا. ملي كتشوف لي ليسونسي، ملي كتشوف كلشي اللي كيديروا، شرف كبير للمغرب. بحال اللي قال لي الرئيس دابا خصنا نبقاو في هذا المستوى. ماشي علاش وصلنا هنا، كنا وصلنا في 98، ماشي باش نرجعوا بحال اللي درنا مور 98. خصنا نبقاو في هذه الاضافه وبالخدمه وان شاء الله وبالصبر وان شاء الله غنبقاو في هذا المستوى. علاش لا ما نزيدوش للقدام. 11 هو مركز مشرف جدا، انجاز اللي هو تاريخي غير مسبوق بالنسبه للمنتخب الوطني والتصنيف العالمي. ذكرتي انها فوق المانيا، فوق مجموعه من المنتخبات اللي قويه، عندها سمعه وعندها تاريخ كبير على المستوى العالمي. واش هذا المعطى المركز الرابع الان مركز 11 على مستوى تصنيف الفيفا ما كتشوفوش انه غادي يشكل ضغط كبير على المجموعه، على العناصر؟ لان كل فرقه دابا غادي تمشي تلعب مع منتخب على المستوى الافريقي غادي تسنى. بغينا نكونوا فرقه اللي اي فرقه تبغي تربحك. قبل حنا اللي كنا في هاد لا سيتوياسيون، بغينا نربحوا بلجيكا، بغينا نربحوا البرتغال. دابا وصلنا واحد الوقت سورتو في لو كونتينون ديالنا علي اي فرقه غتبغي تربحك وغتحط الجد ديالها. وحنا خصنا نتعلموا من هادشي. حتى حنا على هادشي عندنا بزاف خدمه بور لافونير باش نكونوا في المستوى ديالنا، باش نبقاو في هذا المستوى وباش تكون هذا لو ريسبي من المغرب. فرقه كبيره وباش تربحها ماشي سهله، واخا تكون موتيفي واخا تحطي لو ماكسيموم باش تجي تربح المغرب ما غاديش تكون سهله. وهذه الخدمه ديالي وديال اللاعبه باش نهودوا راسنا ما يسحبناش وصلنا ومازال تابعنا الخدمه. انجاز كبير، انجاز تاريخي مشرف بالنسبه للمغاربه، بالنسبه للعرب، بالنسبه للافارقه كذلك. شنو اللي كان كينقصنا في نظرك بعين تقنيه باش نوصلوا للحلم اللي تكلمتي عليه في الاول واللي امنتي به، اللي هو انه وصل لهذيك؟ لا الاكسبيريونس. شوف الاكسبيريونس ما كتشريش. الاكسبيريونس خصك تعيش باش تكون عندك الاكسبيريونس. ما تقدرش تكون عندك 15 سنه وتهضر على الجواج مازال ما مجوج، فهمتي؟ وحنا المره الاولى وصلنا لدومي فينال كاس العالم. ولا مشيتي بعيد فرنسا، وانا عشت فرنسا كيفاش تعلموا باش يديو الارقام. انا كنعقل على 82 خسروا السيمي فينال مع الالمان بينالتيات. كانت المره الاولى
يمكن فرنسا كانت كتوصل دومي فينال، من بعد زادوا في 86 مع لا جينيراسيون بلاتيني كاري ماجيك انكور سيمي فينال خسروا. من بعد ما مشاوش كاس العالم في 1990، ما مشاوش كاس العالم في 94 حتى جابوها للدار وداوها، ومني داوها تعلموا. ودابا انت شفتي في 2002 في 2006 مشاو الفينال، 2018 داوها، دابا رجعوا الفينال، دابا كيتعلموا عارفين كيفاش يعيشوا هذا الجو باش دوز دومي فينال كوب دي موند. حنا بعدا بحال اللي قلت لك ليكسبيريونس خصنا حنا في لو كونتينون ديالنا نكونوا ديما في لي 4 ميور 5 6 ميور زيكيب افريكان، نتاهلوا ديما الكوب دي موند، خصنا نعيشوا هاد الكوب دي موند، ما خصناش نساو ملي قبل اش عاونتنا على هاد لا كوب دي موند. علاش بزاف الدراري كانوا ولا هزيتي سفيان كان باقي صغير، عندنا حكيمي، عندنا بونو، عندنا النسيري، زياش، دونك تا هما ديك ليكسبيريونس اللي عايشوا في 2018 عاوناتهم مع ليكسبيريونس هذه ديال دومي فينال. يمكن دابا غيدخلوا لي جروب، يمكن غتبان لهم سهله يخرجوا من لي جروب، ومن بعد غيكونوا ديك ليكسبيريونس ديك لادين بحال اللي كنقول ديال لا كوب دي موند خصها تكون عندنا ان شاء الله. ان شاء الله نمشيها في واحد الظرف وجيز. المباراة الثانية ضد المنتخب البلجيكي، في ياسين بونو قبل ما يدخل تيهضر مع رومان سايس، توصلك الميساج انه غير جاهز للمباراة. كيفاش عشتي ديك اللحظة وكيفاش خديتي عطيتي الثقة كذلك المحمد عطيتي انك تكمل ديك المباراة بانتصار ماشي بتعادل؟ انا بعدا عجبني جوج حوايج. ديجا لاتيتود ديال ياسين بونو، باسكو سول دابور لاربيتر واش ولا بدلنا ياسين دابا واش غيتسمى ان شونجمون، واش غنديعو شونجمون. دونك فكر في الفرقه، ملي حاس ملي ما يقدرش يلعب دونك ما بقاش ديك غيفكر في راسو بعدا يبدا الماتش ويخرج. نبقى معك في ياسين، شنو اللي كان وقع ليه ذاك النهار بالضبط؟ لا كان جات له شي حاجه اللي ماشي صعيبه بالحق، ما امنش مني 100%. كان كيدخلوا كان عنده شويه ديال ان بو كومون اون بو دير دي تروبل ان بو على تيت، كان شويه ديال ليكيليبر ديالو مشات له، دونك عرف ماشي 100%. وعلى غدا ولا بعد غدا مشات له، جات له في هذا النهار، جات له من عند الله، كتب له الله منير يلعب، ولا بغيتي تمشي بعيد بلا ما نشوفوا واش كان عنده. الصراحه ديريكت مشيت لعنده موجود، دار ان غران ماتش، واخا دار ان غران ماتش من بعد ياسين هز البلاصه ما قال والو في الجروب. مهم واحد الولد اللي مهم، حمقني هذا الولد باسكو عنده اون بيل مونتاليتي، وهادشي اللي بغيت في الجروب ديالي. ورا للدراري اخرين لي رومبلاسون شوفوا خصنا نكونوا موجودين. علاش يقدر المدرب والفرقه تقدر تحتاجنا في اي وقت، وخصنا نكونوا موجودين. ومني خصنا ندخلوا ذاك الاحتياط. والدليل اشرف داري اللي دخل كذلك في مباريات موندياليه، عطيه الله اللي ادى اداء جيد. وانا الحديث كيجرنا المنتوج الوطني واللاعبين ديال الدوري الاحترافي. كنعرفوا انك جاورتي يحيى جبران، عطيه الله، كذلك اشرف داري في الوداد الرياضي. يعني هذه النقطه كيف كتشوفها وليد على مستوى المنتوج الكروي الوطني؟ لاعب ديال البطوله ولا ديال برا، انا اللي كانوا معايا كاملين المغاربه، ما كنشوفش فين زاد فين كيلعب شمن فرقه اللي كيامني ملي كيدخل كيلبس التوني خصو يتقاتل وخصو يعطي الاضافه. اختلاف من الدوريات، كاين لاعب اللي كيكون واجد تكتيكيا بدنيا ذهنيا. مغربي نعم، مغربي ملي كيجي معنا وفي 26 صافي دير وجد تكتيك، وجد في كل شيء، ووجد والدم ديالو مغربي. من بعد ولا بديت كنشوف هادشي غنبقى ندخل في شي حوايج اللي ما كيعجبونيش. انا ما كنفرقش بهذا الشيء. ملي كنجيب عطيه الله ما كنجيبوش علاش كان في الوداد ولا كان معايا. كنشوف هاد لاريير غوش، كنشوف تو لي زاريير غوش مغاربه في العالم، كنقول انا يحيى عطيه الله. بون كان عندي زهر باسكو كان معايا، دونك كنتفرج كل نهار في لونترينمون ولعب معايا دي ماتش ديال الشامبيونز ليغ، دونك يقدر يحطي لي ولا احتاجته. وشفتي ما كنتش خايف ملي دخلته، ولعب ضد ديمبيلي وضد ازار وضد ليبريتي، ودار الخدمه ديالو. واللي جاو معايا كان اكيد ملي كانوا يقدروا يكونوا معايا، ما كنفرقش مع هادشي. لكن انا بالنسبه لي احسن حارس في العالم هو بونو، واحسن لاغيردو هو حكيمي، واحسن ديفونسور سنترال هو اهكيرد وسيس، واحسن اريير غوش هو مزراوي ولا عطيه الله. بالحق زعما بلا ما يكون عنده لو تيتر بالنسبه للمغاربه، وهذه اللي تا ياسين كيحاس بها. بونو هو احسن غارديان في العالم، كان اكثر من هذا الشيء. الشعب ديالي كياكلني انت احسن. من بعد ملي لارجنتان ولا فرنسي كيقول دومينغيز ولا يوريس، حنا ما شغلنا، حنا هو بونو. اللي ديال 2018 ماشي هو ديال المونديال قطر في 22. سفيان برابط كذلك اللي جلب الانظار خلال هذا كاس العالم، تقييمك الاداء ديالو في هذا المونديال؟ في السيستم ديالي ودارها
دارها 200%. ومزيان ملي دارها بان لي كاليتي ديال سفيان كيستاهل ان شاء الله يمشي في افيك الاحترام اللي عندي على لا فيورنتينا، يمشي في واحد كلوب ديال لو توب 10 مونديال، باسكو كيستاهل بحال بزاف في هذه الفرقه. كتشوفوا ناحي ملي كتشوفها ملاح، ملي كتشوف يوسف ملي ما كانش كيلعب في السيفي، بلا بحال حكيم ملي ما كيلعبش في تشيلسي بين ملي عنده بلاصه في تشيلسي. دونك فوالا انا فرحان لهم سورتو باسكو اللاعبه هما اللي يحطوا لي الاضافه، هما اللي كيحطوا لي لا فورس. وعز الدين أناحي كذلك خطف باغا يعني توقع مع عز الدين أناحي. واش التوظيف ديالك هو اللي خلى أناحي يبان في هذه الحله هذه؟ لان شفنا أناحي في لقاءات اخرى ماشي هو أناحي المونديال. بين لي كاليتي ديالو بينهم في التوقيت اللي كان خصو يبينهم، باسكو أناحي ولا ما كانش لا كوب دو موند غيبقى باش تبين في اونجي ماشي بحال في لا كوب دو موند. على هادشي كنقول المغرب ملي خصهم يجيو يلعبوا مع المنتخب خصهم يعرفوا ملي المنتخب كتحط لك واحد اضافه كبيره، اما في لا كوب دافريك اما في لا كوب دو موند. دونك بحالي انا كمدرب اللي بين في العالم لي كاليتي ديالي أناحي بينهم. ملي كتشوف انريكي ما كانش حتى كيعرف شكون هو أناحي وكيسول فيه، حتى لو تا هو واحد بوبليسيتي اللي كبيره وكيستاهل باسكو كويري عنده لي كاليتي. انا ما كنتش عندي لو دوت على أناحي واللي يدير لو بون شوا ليهم باش تا هو لو شوا ديالو غيكون مهم باش تا هو يكبر مع الفرقه ديالو، وملي غيكبر مع الفرقه ديالو غيكبر مع المنتخب. كتناقش مع الدراري في هذه القضيه هذه في اختيارات ديالهم؟ لا ما كندخلش في هذا الشيء باسكو ماشي الخدمه ديالي، عندهم لونطوراج ديالهم. انا الهضره اللي نقدر نقول لهم بحال اللي كنقول لك بحال اللي غنقول في التلفازه، هما خصهم يديروا دي شوا انتيليجون باش لي شوا ديالهم يعاونوهم هما، وملي غيعاونوهم هما غيعاونوا المنتخب. باغ كونت ولا مشاو دي كلوب اللي ما غاديش مباشره بعد او اللقاء الصحفي الاخير ديالك تحدثتي على انجاز رابع بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، انجاز مزيان، ولكن طويتي ديك الصحه وتحدثتي على كاس افريقيا ومررتي كذلك رسائل ديريكت بالنسبه للاعبين، هو انه اللاعب الا ما خداش لاكان راه كيبقى هذا الانجاز ماشي انجاز اللي هو منتظر. ميو كو سا كنقول دابا مزيان درنا هادشي في كاس العالم بينا وكل شيء، بحال دابا الوقت ديال المغرب حتى هو يحكم في لافريك. ما نقدروش نكونوا غير فرحانين نكونوا في كارت فينال. يمكن لا بروشين كان ما غاديش نخرجوا حتى من لي بول، يمكن ما غاديش حتى نتاهلوا. بحال لوبجيكتيف المايند سيت اللي بغيت نوصل دابا صافي خصنا نكونوا امبيسيو اما الشعب وتا معايا انا اللي خصني نعطي ليكزومبل. انا نقدر دابا مع اللي درت في كوب دي موند نقدر نتحبع، نقدر نقول يا خصني الوقت كوب دافريك ماشي هي كوب دي موند. لا بحال اللي قلت الرئيس موا جو اسومي ومزيان مي ميم سي جو دو اتر ان فوزيبل على لافنير خصني نوري لونترينور اللي غيجي بحال اللي قلت لك على وحيد مزيان حيده. الناس اللي كيقولوا اهلنا لا اهلنا سي لوجيك، اهلنا سي لوجيك، هذيك هي المكانه ديالنا، هذيك هي بلاصتنا نورمال. ونمشيو للدومي فينال خصنا نكونوا في الدومي فينال. ملي كتشوف هاد لو سونت ملي كتشوف هاد لي مويان اللي سيدنا حتى لنا والجامعه ولا كومبيتونس هي تكون مهمه. اون اي فيني اون ا دي زوبجيكتيف. انا ولا ماشي في دومي فينال عندي في كونترا ديالي وغنمشي في حالي ولا ما دوز دومي فينال وجاسوم، ماشي بريسيون على راسي ولا على الفرقه. خصنا نكونوا نمشيو بالثقه ديالنا وتكون نورمال. وزعما تكاليفي بور لا كوب دو موند بور موا سا دو ات نورمال افيك ليفيكتيف اللي عندنا، و سا دو ات نورمال تمشي لي دومي فينال. من بعد يمكن غنديروا كارت فينال غنخصو في بينالتي ما غاديش نكتب لا الحق. خصنا تكون عندنا هاد لومبيسيون. مباشره بعد كاس العالم اكيد غتاخذ واحد الفتره ديال الراحه، ترجع شويه الافكار ديالك، ترتب الامور على المستوى الشخصي كذلك على المستوى المهني. اكيد مجموعه من الاستحقاقات والرهانات والتحديات كتسنى المنتخب الوطني المغربي على اصال الكان ديال كوت ديفوار. شنو كيوجد وليد؟ شنو الامور البرنامج اللي مسطر؟ شنو هي المفاجات اللي مخبي الجمهور المغربي؟ برنامج العمل كذلك كاين الناس اللي خدامين معنا في الجامعه غنشوفوا لو ميور شوا اللي مهم. حنا بغينا نلعبوا في المغرب هاد لي دو ماتش او موا دو مارس، خرجنا قبل لا كوب دو موند في اسبانيا، شفنا الناس ديالنا على برا جاو يسندونا على برا. دابا بان لي الشعب المغربي غيبغي يشوف الفرقه ديالو في المغرب. غنشوفوا لي ميور ماتش اللي نقدروا نديروا في المغرب باش حتى حنا نكبروا مع هاد لي ماتش. غنديروا لو ميور شوا بوسيبل لينا، وبغينا نديروا لا فيت مع الشعب ديالنا ان شاء الله في موا دو مارس. غنشوفوا واش من ستاد غنختاروا وكل شيء بالحق. دابا اون فا ريكوبيري ان شاء الله. ان شاء الله. شنو هي الرساله ولا الرسائل اللي تبغي تدوز للمشاهد على القناه الرياضيه الجمهور المغربي واللي تابعك لا في قطر ولا خارج قطر ولا هنا كذلك على ارض الواقع؟ الشعب الحب اللي حتى لنا عمري ما غادي ننسى انا بعدا واللاعبه. وفوالا ميرسي ا تو الموند ستاف ديالي حتى هو الناس اللي خدموا معنا الجامعه لي زادمينستراتيف كاملين اللي قريب ولا بعيد من المنتخب.
وميرسي بوكو ميرسي بوكو انكور اليوم انكور كتشوف الحب ديال الناس ما يمكنش وهذيك كيدخل لك في لو كور ديالك وصافي بليزير. شكرا ذلك، شكرا لكم، شكرا. ودير النية، دير النية، سير على الله وسير. شكرا لكم كذلك مشاهدينا، تلقاو بكم فرصة مقبلة بحول الله، إلى اللقاء.